سر الهدوء في رد الفعل، او زي ما بيقولوا ازاي تختاري معاركك بذكاء. ساعات كتير بنحس ان احنا محطوطين في موقف لازم نرد، او لازم الاقي دلوقتي رد فورا. وبلاقي كتير في الجروبات او كده اللي هو بنات الحقوني لما حد يقول لي كذا المفروض اقول له ايه، لما مش عارفه مين يقول لي كذا الفلانه قالت لي كذا فالمفروض اقول لها ايه. فازاي ان احنا نختار الوقت اللي نرد فيه، وامتى نسكت وامتى نرد، وامتى السكوت بيكون فعلا هو القوة الحقيقية. اول حاجة المفروض ان احنا نفهمها ان مش كل حاجة لازم نقف عندها ونرد، ودي انا النقطة انا نفسي بحاول ان انا ارددها على نفسي كتير، عشان انا ضيعت حقي الاف المرات بسبب سرعة الرد او الاندفاعية. انه مش كل حاجة لازم نرد فيها، وده مش معناه ان احنا بنخلي الناس تتعدى على حقوقنا او ان هم يتعدوا على حدودنا، بس مش دايما بيكون لازم نرد، مش دايما بنكون لازم نصرف هنا طاقة. يعني لو الموقف مش هيأثر بشكل فعلي كبير على حياتك، لا ما ترديش، مش لازم تديله اهتمام اصلا. لو الموقف ان في حد بيقل منك او بيقل من احترامك، انا عامله فيديو كامل للموضوع ده، ارجعي له. فهنا لا لازم تردي ولازم تحطي حد ان انت لا انا ما بحبش المعامله دي، انا ما بحبش الطريقه دي، من غير ما تقللي من احترام اللي قدامك. ان انت تاخدي حقك بمنتهى الاحترام او مش تاخدي حقك، اللي هو تردي وتحطي حدود، ونبقى الناس عارفه ايه حدود التعامل معاكي. بس مثلا لو نقد غير بناء حد مش يعني الموضوع مش مستدعي ان انت تصرفي برضو طاقتك هنا، يعني الموضوع مش هيفرق في حياتك، مش هيأثر على حاجة، مش مستدعي. لكن في قلة الاحترام او ان حد بيقل ادبه يعني بالعربي، لا في الحالة دي انت لازم تردي. برضو اسألي نفسك دلوقتي انا لو رديت او قلت الرد اللي جه في دماغي ده، وانا دايما الردود اللي في دماغي بتبقى عايز ضرب النار الصراحة، انت لو رديتي هل ده هيحل الموضوع ولا هيشعلله اكتر؟ فانتي ساعتها او هيعمل مشكله او كده، من غير برضو زي ما قلت لك في النقطه اللي فاتت، من غير اي حاجه بتقل عن احترامك، لا او حد بيقل ادبه او بيتعدى حدوده عليكي، لا لازم تحطي له حد، وهنا لازم تردي، خلاص نقطه مفروغه منها. بس الموضوع مش مستاهل مثلا، وانا لو رديت الموضوع هيكبر اكتر، طب ارد ليه؟ ما هو ساعتها بيبقى السكوت او الهدوء بيبقى فعلا هو قوة. انت تغضيتي او ان انا شايفة الموضوع مش مستاهل، انا ارد ليه؟ يعني ليه اصرف طاقتي هنا، او ليه ان انا لا خلاص هو الموضوع هيتقفل بالسكوت وبالهدوء، وساعتها دي بتبقى قوة، صدقيني بتبقى قوة وثقة في النفس، وبتبقى ساعات ده احسن رد، والناس بتشوفه بسرعة، يعني الناس بتشوفه قوي وبيبقى باين. ساعات السكوت بيبقى باين قوي ومعلم مع الناس اكتر من الرد. فسر الهدوء ان انتي بتختاري الحاجات اللي انتي تردي فيها، او ان انتي لازم يصدر منك رد فيها. بتختاري معاركك زي ما قلتلك، حاجة مثلا هتغير او هتعمل تغيير جوهري في ان انتي تتكلمي، او ان انتي تردي، او ان انتي تدي رد فعل، او ان حد بيقلل منك فبالتالي برضو لازم تدي رد فعل عشان تحددي حدودك، ان محدش يتخطى الحدود دي ومتسكتيش عن ده. وان السكوت مش دايما بيكون ضعف، او مش ضعف زي ما الناس ساعات كتير بيكون السكوت هو فعلا قوة، او بيبين ان انتي انا اكبر من ان انا ارد على الموضوع، انا اكبر من ان انا ارد ان انا ادي طاقتي للتفاهات دي اللي هو خلاص. بس وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون فادك. متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا بعمله نزله. لو عندك اي حاجة تانية تقدري تضيفيها حطيها في الكومنت. شكرا.